بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. النهارده طبعا كان في مباريات في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لكن كان في بعض المفاجآت، واشتعلت المنافسة من الاول وجديد تاني بين الاهلي والزمالك، ومعاهم السنة دي كمان غزل المحلة دخل في المعمعة بتاعت الكبار بلغة الكورة. الزمالك النهارده في الدقيقة 96 وباقي ثواني على نهاية المباراة استطاع ان هو يحرز هدف الفوز في اللحظات الأخيرة على البنك الأهلي. بعدها الساعة 7 كان مباراة النادي الأهلي. بعد تقدم النادي الأهلي بهدف استطاع نادي فيوتشر احراز هدف التعادل. هدف عايز اقول بلغه الكوره ما يحصلش في فرقه كبيره بحجم النادي الاهلي. ده دل على استهتار خط دفاع النادي الاهلي، ومشارك معاهم كمان محمد الشناوي في الهدف دوت. وبعديها كمان جه ضربه جزاء للنادي الاهلي. كان المفترض ان علي معلول هو اللي يشوط ضربه الجزاء، لكن زي ما سمعنا بعد المباراه، ودي من النادر اللي ممكن تحصل في النادي الاهلي، ان مستر كولر المدير الفني للنادي الاهلي قال ان المفترض ان علي معلول يلعب الكوره، لكن ما اعرفش ايه اللي حصل بينهم، ومجدي قفشه خد الكوره وهو اللي شاط ضربه الجزاء واطاح بضربه الجزاء وضيع ضربه الجزاء. طبعا قال ان في محاسبه لمجدي قفشه للي عمله. بالفعل لازم يكون في مساءله لمجدي قفشه وغير مجدي قفشه في الاستهتار اللي حصل النهارده في المباراه. وفقد النادي الاهلي نقطتين مهمين جدا في بطوله الدوري العام، وضيع النهارده للاسف الشديد بالتعادل دوت فرحه جماهير النادي الاهلي بالنهارده لما الكاف اعلن مشاركه النادي الاهلي في بطوله كاس العالم المقامه في المغرب بمشاركه الوداد، على اساس ان النادي الاهلي هو وصيف النسخه الماضيه البطوله الافريقيه وممثل افريقيا في كاس العالم. ايه اللي حصل؟ كابتن احمد شوبير كمان قال ان مستر كولر بعد المباراه قال للعيبه مفيش حد هيروح، وخدهم كلهم على الاتوبيس وطلعوا على النادي واجتمعوا في غرفه الملابس، وقال انا ما عنديش لاعب كبير ولاعب صغير على الدكه، وكله هيتحاسب وكله لازم يقدر تيشيرت النادي الاهلي والمسؤوليه، ولازم الكل يلتزم، وهتحصل عقوبات، وفي ناس ممكن بالفعل تمشي ما يتوقعوش انهم يمشوا من النادي الاهلي. وكان واضح الغضب